المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، معكم فيها قاسم أحمد. نستهلها بأبرز العناوين. فرع العمل والرعاية الاجتماعية بالجنوبي يصرف أكثر من 21 مليون نافع. حل قضية الأراضي بين قريتي جدل وقوقات بصلح. إنجاز أعمال تنموية فعالة بالنفير الأهلي في علاب العد. 8 قتلى في اشتباك بين الجيش الفلبيني ومقاتلي أبو سياف. روسيا تعلق بمشاركتها في معاهدة القوى النووية المتوسطة. وإيران تكشف عن صاروخ كروز طويل المدى في ذكرى الثورة. أهلا بكم. أعلن فرع العمل والرعاية الاجتماعية في الاجتماع الذي عقده بمدينة مندفرة في 31 من يناير المنصرم بأنه قدم دعما نقديا وعينيا بقيمة أكثر من 21 مليون نافع للتقليل من مشاكل المواطنين الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح تقرير الفرع بأن الدعم الحكومي والأهلي يمنح الأولوية للجهات المحتاجة وخاصة أسر الشهداء واليتامى والمعاقين. ووفق التقرير المقدم تم تأهيل الأسر المحتاجة في 12 مديريات بالأقليم بالمواشي، كما قدم دعما آخر تمثل في شراء الزي المدرسي ودفع رسوم الدراسة للطلاب، وكذلك توزيع عربات اللوندية الناقلة ل 550 أسرة الشهيد والأسر المحتاجة. وألقى مسؤول الفرع السيد هيلي جبر ميكائيل كلمة ذكر فيها كافة الأعضاء للقيام بالعمل المتفاني بالتعرف على الإيجابيات والقصور وتعزيز البرامج المنفذة لحل مشاكل المواطنين الاجتماعية، مشيدا بحملات التوعية والدعم الذي أبدته الجهات الحكومية للقضاء على العادات الضارة ودعم الجهات المحتاجة. من جهته دعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية بإدارة الأقليم الجنوبي الأستاذ قلابتس فاسلاسي للدفع بشكل واسع للمبادرات المتخذة بالمشاركة الأهلية والإدارات للتقليل من مشاكل المواطنين. حلت لجنة الصلح التي كونتها قريتي جدل وقوقات في مديرية دك أمحاري بالأقليم الجنوبي قضية خلاف الأراضي التي استمرت لفترة 82 عاما بين القريتين نتيجة لقرارات الأنظمة الاستعمارية غير العادلة بالتراضي. وفي مراسم الصلح الرسمية التي جرت في 31 من يناير المنصرم، ألقى حاكم الأقليم الجنوبي السيد إفريم جبر كريستوس كلمة أوضح فيها أن القضية كانت تصدر فيها عدة قرارات من الأنظمة الاستعمارية، مقدما معلومات مفصلة استنادا للمراجع الموثقة فيما يتعلق بالخلاف الذي استمر فترة طويلة نتيجة لعدم وجود حل نهائي وأساسي. وقال السيد إفريم جبر كريستوس إن خلاف الأراضي بين القريتين الذي بدأ عام 1937 خلق قلقا واستياء كبيرا للسكان، مشيدا بمساعي لجنة الصلح لحل القضية بين القريتين وإرساء السلام والاستقرار، موضحا بأن ممثلي القريتين قبلوا بالحل الذي قدمته لجنة الصلح، وأكدوا توقيعهم على قرار اللجنة والخريطة التي قد قدمت للقريتين. من جانبه قدم مدير مديرية دك أمحاري السيد يماني أبرا تهانيه للقريتين لقبول الصلح الذي يورث السلام. وتبعد قريتي جدل وقوقات حوالي 20 كيلومتر من ناحية الجنوب الشرقي لمدينة دك أمحاري. في إطار الجهود الجارية لاستقرار البيئة والحفاظ على الموارد، أنجزت في مدينة علاب العد أنشطة النفير فعالة. ووفق التقرير المقدم في 30 من يناير المنصرم لممثلي الشعب والجهات الحكومية، أوضح عن إنجاز أنشطة تنموية فعالة في ضاحية إيرا تحتاي تمثلت في إنجاز أكثر من 32 ألف متر مكعب من الحواجز المائية وإصلاح مساقط المياه وبناء الخزانات المائية وغيرها من خزانات المياه، وكذلك صيانة وخلاص 107 كيلومتر من الطرق المتفرعة وتمهيد الأراضي وغيرها من الأنشطة. وأشاد مدير المديرية السيد محمد حامد عشكري بمشاركة الجماهير الفعالة المتعلقة في تنفيذ البرامج الموضوعة، مذكرا لتأكيد الجاهزية في هذا العام من أجل إنجاز أعمال مضاعفة بتعزيز التأطر الجماهيري. في غضون ذلك نظمت حملة تطعيم لضمان صحة الماشية وتعزيز منتجاتها، حيث تم تطعيم 120 من الأبقار الحلوب
وأكثر من 25 ألف من الماعز والأغنام، إضافة إلى أكثر من 32 ألف من الدواجن. كما قدم دعما عينيا لتحسين الاقتصاد المعيشي ل70 من الأسر المحتاجة، تمثل في عربات الكارو والمواشي. وأشار إلى البرامج الموضوعة في هذا العام تشمل على تجميع القرى المتناثرة وبناء خزانات المياه في ضاحيتي دنبه بتسعين وعد بربري، وصيانة الطرق المتفرعة في 14 إدارات ضواحي، وكذلك اكتمال أنشطة استصلاح مساقط المياه في ضاحية إيرا تحتاي، بالإضافة إلى تسيير أنشطة فعالة لبناء المدرجات والخزانات المائية في ضاحية حليب منتل وغيرها من الأنشطة التنموية. نظمت الجمعية الوطنية للهندسة الكيميائية ورشة عمل في 2 فبراير الجاري بالعاصمة أسمرة، تركزت حول دور الهندسة الكيميائية في إعادة إعمار البلاد. وذكر رئيس الجمعية السيد أبراهام يوهنس بأنه ومع تقدم التطور الصناعي تأتي أهمية الهندسة الكيميائية أكثر من أي مجال آخر، وبفضل الاهتمام الذي منح لهذا المجال ظل المتخرجون الجدد يلعبون دورا كبيرا في إكمال متطلبات المؤسسات الكبيرة. وفي المناسبة التي حضرها مسؤولي مختلف المؤسسات والمهنيين في مجال الهندسة الكيميائية وغيرهم، قدمت أوراق عمل تمثلت في فهم الهندسة الكيميائية الرئيسي وتجارب الأعمال المكتسبة في هذا المجال والعناصر التي يجب القيام بها في العمل المكتمل بالدراسة، بالإضافة إلى الوقود الناتج عن نبات القلعم. من جهته عبر المدير التنفيذي لمؤسسة أسمر للتعدين السيد إدواردو مونسي عن إعجابه لمشاهدته العمل المدروس لتشييد مؤسسات التعدين في مناطق تمنح اهتماما أكبر للضمان البيئي في إريتريا، داعيا الجمعية الوطنية للهندسة الكيميائية لتنظيم برامج مماثلة وتعزيز تجارب أعضائها. يذكر بأن الجمعية الوطنية للهندسة الكيميائية أجرت مؤتمرها التأسيسي في أبريل 2018، ومن خلال توظيفها للمواطنين المتخرجين بهذا المجال تعمل على تطوير المصانع وإنتاجيتها. من جهتها نظمت الجمعية الوطنية للمكتبات والمعلومات في العاصمة أسمرة دورة تأهيلية لموظفي الحكومة القادمين من مختلف المؤسسات الحكومية حول مجال المعرفة المتعلق بالمكتبات والسجلات والتوثيق. وشارك في الدورة التي استمرت ل3 أشهر 15 موظفا حكوميا، بينهم 9 من الموظفات قدموا من وزارة الزراعة والسياحة والتعليم، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للمرأة والكونفدرالية الوطنية للعمال وغيرها. وأوضح المدير العام للموارد البشرية في وزارة التعليم السيد بطرس حيل مريم في مراسم الاختتام التي جرت في 2 فبراير الجاري، أوضح بأن عدم التعامل الجاد في مجال المعلومات يعني عدم مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي، مشيرا إلى أهمية تنظيم دورة تأهيلية آنية في هذا الجانب. من جانبها أشار رئيس الجمعية السيد كفلون ميكائيل إلى أهمية تقديم خدمات معلوماتية متوازنة عبر تنظيم دورات تأهيلية ناجحة متمثلة في النظام المعلوماتي الإداري التقني وتنشئة أخلاقيات نشر وحفظ المعلومات وتطوير المواطنين من حيث الكم والإمكانيات. جدير بالذكر بأن الجمعية الوطنية للمكتبات والمعلومات تقوم لأول مرة بتقديم دورة منظمة للعمال الحكوميين. استشهدت المناضلة عقبة حبت زرع مريم اليوم 3 فبراير الجاري إثر مرض ألم بها وتلقيها العلاج والعناية اللازمة داخل البلاد عن عمر ناهز 60 عاما. التحقت المناضلة عقبة إلى صفوف قوات التحرير الشعبية الإريترية في العام 1976 بعد أن ناضلت بداية من العام 1975 ضمن قسم الجماهير التابع للنظام بوفاء وإخلاص لخدمة شعبها ووطنها. وهي مناضلة وفية خدمت في فترة الكفاح المسلح في الجبهات الأمامية، مرتقية في مختلف سلم المسؤولية حتى ارتقت إلى مستوى قائدة سرية للمدرعات، وبعد الاستقلال عملت في فرع القانون والنظام في الإقليم الأوسط كمفتشة. المناضلة الشهيدة عقبة حبت أم لمولودين، وسوف يوارى جثمانها الثرى يوم غد الاثنين 4 فبراير 2019 عند الساعة 4 عصرا في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وعربت وزارة الحكومات المحلية عن حزنها العميق باستشهاد المناضلة عقبة حبت، مقدمة أحر تعازيها لأسرتها وزملائها في العمل ورفاقها المناضلين.
مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. الأنباء على الصعيد العالمي. قال الجيش الفلبيني إنه قتل 3 اشتبهوا بأنهم من مقاتلي جماعة أبو سياف، وخسر 5 من جنوده خلال اشتباكات في جزيرة نائية بجنوب البلاد. وقال الكولونيل جيري بيسان المتحدث باسم قيادة الجيش في غرب ميندوناو إن الاشتباك مع أكثر من 100 من أفراد جماعة أبو سياف وقع في بلدة باتيكول في إقليم سولو، حيث كانت القوات تبحث عن الضالعين في الهجوم الذي استهدف كنيسة يوم الأحد الماضي. وقال وزير الداخلية إدواردو أنيو إن الهجوم على الكنيسة الواقعة في سولو كان انتحاريا نفذه زوجان اندونيسيان بمساعدة جماعة أبو سياف، وأسفر هجوم الكنيسة عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 100 ما بين مدنيين وجنود. وقال بيسانا أن الاشتباك الذي وقع في باتيكول استمر نحو ساعتين، وأصيب خلاله أيضا 5 جنود و15 متشددا. أعلنت روسيا تعليق مشاركاتها في معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى التي أبرمت في فترة الحرب الباردة، ردا على قرار مماثل من قبل الولايات المتحدة. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا ستبدأ في تطوير صواريخ جديدة. وقد أعلنت الولايات المتحدة في الأول من شهر فبراير الجاري أنها ستعلق التزاماتها المفروضة عليها بموجب الاتفاقية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه ينوي إنهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، متذرعا بأن روسيا تخرق المعاهدة منذ سنوات. وتحظر المعاهدة التي أبرمت عام 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت استخدام جميع أنواع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. كشفت إيران عن طراز جديد من صاروخ كروز بعيد المدى بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى الأربعين للثورة الإسلامية التي جرت عام 1979. وقال وزير الدفاع أمير حاتمي خلال احتفال رسمي أقيم للمناسبة إن الصاروخ الجديد والذي أطلق عليه اسم هويزة يمكنه التحليق على ارتفاع منخفض ولا يحتاج الكثير من الوقت أو التجهيزات لإطلاقه. وأضاف أن الصاروخ الجديد صمم وصنع بأيدي خبراء ومتخصصين في المنظمة الجوية الفضائية التابعة لوزارة الدفاع، ويصل مداه إلى أكثر من 1350 كيلومترا، ويستخدم ضد الأهداف الأرضية الثابتة. ونشرت وسائل إعلام إيرانية مقاطع مصورة قالت إنها تظهر عمليات اختبار الصاروخ، وتثير التجارب الصاروخية الإيرانية قلق الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت قد انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع طهران عام 2015. الخبر الأخير في هذه النشرة: تسعى عدة دول أوروبية لإيجاد كميات من لحوم الأبقار التي ذبحت بشكل مخالف للمعايير في بولندا من أجل إتلافها ومنع تناولها بعد استيراد نحو 3 أطنان منها إلى الاتحاد الأوروبي. وتؤكد وارسو أن اللحوم التي جاءت من ذبح حيوانات مريضة على ما يبدو كما كشف تقارير التلفزيون البولندي لا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين. لكن في فرنسا خصوصا أعلن وزير الزراعة ديديه غيوم أن السلطات الصحية اكتشفت حوالي 800 كيلوغرام من هذه اللحوم المغشوشة، معتبرا أن الشركات الفرنسية تعرضت للغش. وتثير هذه القضية استياء خصوصا في فرنسا التي تشهد فضيحة تتعلق ب500 طن من لحوم الخيل التي تم شراؤها من رومانيا عن طريق هولندا وباعتها شركة فرنسية على أنها لحوم أبقار. وسيزور فريق خبراء أوروبيين بولندا من 4 إلى 8 من فبراير لتقييم الوضع ميدانيا. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.